قصدا مكة بلباس الإحرام وغادراها بالكفن. افترا صديق غرفتهما من نفس المدينة ونفس البلد تفاديا لأية مشاكل، فكان سببا في مقتلهما. قيد أبو عبد الله وبرادا يقدور معتمرين لمدينة قسنطينة الجزائرية. قصد بيت الله الحرام ليطهر نفسيهما من الذنوب، ليلقيا حتفهما في أحد فنادق مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، حيث قام الجاني صديقهما في الغرفة المدعو الجحا البالغ من العمر 40 سنة بطعن أحدهما في غرفة الفندق ب7 طعنات، بينما قتل الآخر في جناح الاستقبال للفندق موجها له 6 طعنات ويلوذ بالفرار، ليتمكن الأمن السعودي من القبض عليه في الحرم المكي. الأمر الغريب هو عدد الطعنات الموجهة لكليهما، فبالتدقيق في الأمر نلاحظ أمرا غريبا. كيف لإنسان عاقل ألا يشعر بتأنيب الضمير، وذلك لقداسة المكان والزمان؟ تصريح الأمين العام للاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار صلاح الدين تومي ينهي هذه الغرابة، حيث قال أن الجاني كان يعالج قبل سفره إلى البقاع المقدسة في مستشفى الأمراض العقلية بوادي العثمانية ميلا، وأنه أبدى تصرفا غير عادي صباح اليوم أي أمس الاثنين نتيجة ضغوط نفسية ونرفزة كان يعاني منها يجهل مصدرها أخرجته عن وضعه العادي. رحلة هذه المجموعة كانت من مطار محمد بوضيف بقسنطينة يوم 14 في باتجاه المدينة المنورة، أين قضوا 3 أيام بها، ثم توجهوا إلى مكة المكرمة يوم 17 في الجاري، على أن تكون عودتهم لأرض الوطن يوم 1 مارس، لكن الله شاء أن يموتا قبل هذا التاريخ، فاللهم ارحمهما برحمتك.